شيكابالا بقى على الفريق. محمود عبد الرازق شيكابالا هو قائد نادي الزمالك في سن 39 سنة، هو على الفريق. شيكابالا طول مشاركته الموسم ده والموسم اللي فات مبيقدمش الحاجة الحلوة إلا في عدد مباريات قليلة، واللي هو أصلا شيكابالا كان مشارك في حوالي 34 ماتش الزمالك ما فازش فيهم غير في عدد قليل. طول ما شيكابالا بره القايمة وبره الدكة وبره كل حاجة، شيكابالا مش بيأثر اللعيبة، فاللعيبة عارفة تاخد راحتها، بعكس شيكابالا لما بيبقى موجود في الملعب. ودي حاجة حلوة إن مفيش حد بيأثر عليك. وشيكابالا لما بيبقى موجود في الملعب يا جماعة في مشكلة تحس إن الزمالك متبدل فيه حاجة غلط. ليه؟ أقول لك أنا، شيكابالا لما بيبقى موجود في الفريق أو في الملعب بيحصل عملية روتيشن بينه وبين اللعيبة الموجودة معاه على نفس الخط بعرض الملعب. أنا مثلا معايا هنا أحمد حمدي ومعايا الناحية التانية مصطفى شلبي، أنا ببدل معاهم هما التلاتة وبسيب مكاني فاضي، بس هما التلاتة مش عايزين، مش هما الاتنين مش عايزين يبدلوا معايا، فأنا طبيعي بسيب مكاني فاضي. هتقطع مني، هتروح، هتنزل، أنا مش مساند كده أصلا. خلاص الهجمة، الكورة بقت خطيرة علينا وهتبقى هدف. نتمنى لو شيكابالا هيلعب ماتش النهائي الكونفدرالية بتاع القاهرة، لأنه خلاص في القايمة مش موجود في الماتش ده، وطبعا الإصابة مش كل ده هتبقى موجودة، لكن هو يعني تقريبا هتبقى مسك الختام لشيكابالا، تقريبا إن مسك الختام لشيكابالا إن هو خلاص أنا موجود، أخلص بس الموسم ده وهمشي وهعتزل. أتمنى شيكابالا يعتزل بدري. شيكابالا عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في إنه هو بيأثر على اللعيبة في الملعب. شيكابالا بره الملعب اللعيبة بتقدم فن وهندسة، شيكابالا وهو في الملعب حاجة وحشة جدا، وحشة جدا. أتمنى ده يحصل لو شيكابالا في الماتش بتاع النهائي بتاع القاهرة.